سلام البنات، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بإن نوفيل فيديو. كيما راكم تشوفوا معنا لهنا عندنا دولمه تاع السلق. واش نحكي لكم يا البنات، واش نخلي لكم تجي بنينه ما شاء الله. قبل ما نبدا لا فيديو تاعي نقول لكم ما تنساوش تصليوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنساونيش بدعمكم اشتراكاتكم فضلا وليس امرا. ونبداو على بركه الله في الوصفه تاعي، وان شاء الله تكملوا لا فيديو حتى الاخير. شوفوا البنات، لهنا في كاسرونه ولا في طنيجره ولا عندي مغرفه صغيره تاع الزبده. نجي نضيف عليها شويه تاع الزيت، زبده وزيت هكا. ندبل فيها شويه تاع الثوم وشويه تاع البصل. البصل والثوم الاخر اللي يقعد لنا حين نستعملوه في لافارس. قلت لكم ندبل هذاك الثوم مع البصل تاعي مليح مليح. نجي نضيف عليه التوابل. هنا عندي فلفل دريس حار، عندي قليل من الملح، عندي فلفل اسود، عندنا فلفل عكري. نخلطوا قاعدتك هاد المكونات مليح مليح ونمرقوهم بشويه تاع الماء. غرفه طماطيش كبيره، طماطم مصبره، نزيدو نقليوها مليح مليح. من بعد نمرق بالماء سخون. ما نمرقوش بزاف البنات، شويه برك باش ما تجيناش لاصوص تاعنا مايحه. نضيف عليها كميه تاع الحميصه ونغلق عليها ونخليها طيب. من جهه واحده اخرى البنات، لهنا عندي كميه من السلق اللي فورته وعصرته مليح مليح. نحيت له كاع هذاك الماء تاعو. من بعد نضيف عليهم هذاك البصل والثوم اللي خليناه في الاول. زيدوا عليهم 2 مغارف تاع لا شابلور، ونضيفوا عليهم نفس التوابل اللي استعملناهم في الاول اللي هما فلفل عكري حار وفلفل الكحل وشويه تاع الملح هكا. زيد لهنا نضيف عليهم شويه تاع الملح. نخلطوا هاد المكونات في الاول ونجو نحطوا عليهم كميه على دانداشي هكا البنات. نديروا حبه بيض كومبلي كامله ونعجنوا هاد الخليط تاعي. نعجنوه مليح مليح يا البنات باش يتخلطوا لنا مليح هذوك لي زيبيس ويدخلوا كاع في بعضهم. من بعد نحكم هذاك السلق تاعي الخليط اللي خلطناه كيف كيف نشكلوه هكا ديبول. صراحه هاد الوصفه على بالي بلي حتعجبكم ان شاء الله. ما تنسونيش بدعمكم اشتراكاتكم فضلا وليس امرا. نكمل قاعيتك بهذه الطريقه نشكل لي بول. من بعد هذوك لي بول تاعي نجي نجوزهم في الفارينه، من بعد في البيض وفي لا شابلور هكا حتى وين نكمل كاع الكميه اللي عندي. نجوزوهم في الاول في الفارينه، من بعد في البيض، من بعد في لا شابلور هكا. من جهه واحده اخرى انا حطيت المقله تاعي تسخن فيها زيت سخون. نحط هذوك الكويرات تاعي اللي كنا غمدناهم في البيض ولا شابلور والفارينه. نحطهم هكا في الزيت وهي سخونه، نخليهم يتنقلاو ساعه على ساعه. نقلبهم باش يحمروا لي كاع من كل جوانب هكا البنات. هنا راهم حماروا، اني قاعده نقلب فيهم هكا. كي يطيبوا نحيو هذوك الكويرات ونديروهم في لاصوص. البنات لهنا لاصوص تاعنا ما نديروهمش في لاصوص غير كي نكونوا رايحين نقدموهم. باغ اكزومبل دوكا قعد لي على وقت تقديم 10 دقائق ولا نديرهم دخله خارجه في لاصوص، ولا نحطهم في طبسي ونفرغ هذيك لاصوص وش هي طيبه. انا لهنا لحقت لا سويت الفيديو. نقول لكم فضلا وليس امرا ما تنسونيش بدعمكم اشتراكاتكم. الى اللقاء البنات.